عمرو شاب في الجامعة عايز عربية سيدان شيك سريعة ما تعديش 1.4 مليون. هسيبك انت تبدا بقى. سيدان شيك وسريعه وتبقى مناسبه لسنه، 1.4 مليون، امباو ملهاش حل تاني. MG GT اللي هو بقى مالهوش هما الاثنين، ده بغض النظر ان هو مختار جي تي، يعني اللي هو مالهوش ان هو مختار الفئه الثانيه من الامباو، لانه ما يلحقش اعلى فئه في الامباو. على العكس بقى انا اخترت حاجه اعلى فئه فيها، الشنجان الايدو بلس، 178 حصان، 300 نيوتن متر، 7 سرعات دي سي تي ويت، من احسن عربيات اداء في الفئه دي ومن احسنها تجهيزا لانها على فئه. الراجل ده داخل يطحن على طول. بس خلي بالك الامباو انا هروح فعلا لتاني فئه علشان تبقى مناسبه للبادجت بتاع عمرو، ولكن انا عندي اداس في الفئه الثانيه، وعندي 6 ايرباجز، وعندي كل اللي عمرو محتاجه من شكل العربيه الرياضي. عشان يسمع صوت بكبكه الشكمان والحاجات الصفراء والحمراء لازم يروح للاعلى، ولكن في شويه اكسسوارات نازلين للعربيه دي على الجروب بتاع الملاك هيخلوا شكلها شبابي قوي يعني. فانا امباو. بس اللي هو مالهوش بقى ان هي ناقص منها ايه؟ ناقص منها البلايند سبوت اسيست، مش موجود في العربيه، ده موجود في العربيه الايدو، فيها بانوراما، والبانوراما دي بتفتح، دي حاجه مش موجوده عنده، مجرد فتحه عندي فتحه سقف، عندي فتحه سقف والله. ماشي، فتحه سقف صغيره يعني، فحاجات كتير مش موجوده عنده مش هنتكلم عنها. ده غير ان انا 178 حصان، يعني اكتر منه. صحيح هو اداؤه احسن، بس الارقام تهم، الارقام عندي اكتر. انا 170 حصان، 270 نيوتن، بتاكل الاسفلت حرفيا. حطها جنب اي عربيه في فئاتها كده وسابق العربيه بتنطلق حرفيا. انت ما جبتش سيره الجي تي خالص في الموضوع. انا مستنيكم تخلصوا عشان اخش انا معايا كل حاجة شاب في الجامعة ممكن يحتاجها. عربية برفورمانس، السقف فاست باك، كواد اكزوست، MG في الاخر في اعاده بيع مضمونه. ماشي، يعني هو ممكن يكون بيتكلم انها ارخص عربيه فيهم في الميزانيه، ودي حاجه عنده فيها حق، بس طبعا كده كده طالما الميزانيه معاك تجيب لغايه 1.250، فهتجيب اعلى فئه في اي عربيه تديك الاداء اللي انت بتدور عليه في الحته دي، الايدو بلس. انا بس عايز اقول على حاجه، عمرو شاب في الجامعه يعني، فعايز حاجه مصروفها اقتصادي في البنزين. الامباو احسن عربيه في الثلاثه، استهلاك البنزين بتاعها اقتصادي، كانت بتعمل معايا 5 و5.5 لتر، ما اعرفش ازاي. طبعا هو الكلام ده حماده يعني، لا مش حماده، ده عن تجربه والله. المواتير البلو كور بتاعت شنجان ادائها حلو جدا في استهلاك البنزين، ومشهوره جدا في الموضوع ده. فانا يعني خلاص انا خلصت المهمه بتاعتي، بتعمل كام لتر انت؟ كل القضيه بتاعتي، فانا مش هتكلم في حاجه ثانيه، هسيبهم هما الاثنين بقى يهروا، لان الموضوع منتهي بالنسبه له. صحيح العربيه من عندي كلها بلاستيك من جوه، بس هنتخطى الحته دي. ايوه انا خاماتي، كنت لسه هقول لك خاماتي حلوه قوي. انا من جوه خاماتك انت في ثاني فئه، مش الخامات فئه، ما تتكلمش عن الخامات. انا كورولة عربيه فاضيه، ما تتكلمش عن الخامات. لا العربيه مش فاضيه، العربيه فيها شويه حاجات حلوه. لا بجد على فكره. وبعدين عمرو ممكن اصلا يزود 40,000 ويروح للفئه اللي فيها اكزوست وفيها شكمان وصوت ومش عارف ايه. لا انا امباو طبعا. عمرو هيتجه للجي تي. انا بالنسبه لي زي ما قلت، العربيه 1.200,000 اعلى فئه خالص، فيها فول اداس، فيها تجهيزات حلوه جدا، شاحن وايرلس، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، هو ما عندوش اندرويد اوتو بالمناسبه يعني، وفي نفس الوقت عربيه ادائها خطير وشكلها حلو قوي، وقعدتها زي السيفيك ال 92 حاجه سكر. طيب انا بالنسبه لي عمرو هياخد عربيه شكلها اجريسيف من جوه، العربيه درايفر فوكسد، فهي مناسبه جدا لسنه، وهيوفر 115,000 جنيه. انا شايف يا عمرو انك تروح للامباو على طول، عربيه شكل شبابي، الصوت بتاع الشكمان لو حبيت تزود شويه مش هتزود، والفئه الثانيه يبقى 1,190,000 بس، ثبات واستهلاك بنزين، وعربيه ادائها هتسابق اي عربيه من الثلاثه او الاثنين اللي جنبي دول. وفي الاخر يعني قول لنا انت اخترت انهي عربيه واقتنعت بيها، مين اقنعك فينا، وابعت لنا او اكتب لنا في الكومنتات حاجات او قصص او حاجات زي كده تاني نعمل لك عليها فيديو، واعمل بقى مقارنه زي دي على كونتاكت كارز على طول.